السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. طالع معاكم النهاردة عشان اكلمكم عن اسماء الله الحسنى. ما فكرتش حضرتك هو اسماء الله الحسنى بلغنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ هقول لك ليه. ربنا سبحانه وتعالى بيعرف نفسه بيك، بيعرف نفسه عليك، بيقول لك انا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ربنا بيطمنك، ما بيقول ما جاش مره مثلا، ما جاش في اسماء الله الحسنى قال لك انا الجبار في الاول، في اول اسماء الله الحسنى قال لك جبار المتكبر الخالق. لا، قال لك انا الرحمن الرحيم. ربنا بيحبنا قوي يا جماعه، ربنا بيحبنا قوي قوي، ورحمه ربنا واسعه قوي يا جماعه، قوي قوي قوي. وزي ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان رحمه ربنا في الارض هي جزء من 100 جزء. تخيلوا، جزء واحد من رحمه ربنا من 100 جزء اللي متوزع على البشريه في الارض كلها. ربنا كبير ورحيم وكريم. طب ربنا سبحانه وتعالى ليه ما بدأهاش بالجبار المتكبر؟ ربنا بيطبطب عليك، بيقول لك تعالى لي، انا ابوابي على طول مفتوحه، انا الرحمن الرحيم. هو اللي خلقك وبيحبك. ربنا خلق كل حاجه، ربنا سبحانه وتعالى خلقها على وجه الارض بيحبها. طب اقول لكم دليل على كده ان ربنا رحمته واسعه. مين اكتر واحد طغى على وجه الارض؟ اكتر بني ادم طغى على وجه الارض بشهاده القران فرعون. تخيلوا ان ربنا بيحب فرعون. بيحب فرعون. هتقول لي ايه يا عم انت بتالف؟ لا ما بالفش. ربنا بيحب فرعون بشهاده القران. اه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم، كان بيكلم سيدنا موسى لما قال له اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون طاغي، قال انا ربكم الاعلى، بيعمل راسه براس ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. اذهبا الى فرعون انه طغى. بس بص بعدها بقى الرحمه بقى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. شوفوا الرحمه، شوفوا ربنا رحيم ازاي. اذهبوا الى فرعون انه طغى، بس بالراحه، كلموه بالراحه، يمكن لما تكلموه بالراحه وتكلموه عني يرجع. ربنا عايزه يرجع، ربنا بيحبه، ربنا بيحبه لان هو اللي خلقه. ربنا كل حاجه خلقها بيحبها، بيحبنا يا جماعه، بيحبنا وبيرحمنا وهيرحمنا. ربنا بيرحمنا وهيرحمنا. عايزك تبقى عندك ثقة كبيرة في ربنا ان هو رحيم وكريم وعظيم وملك، ملك الملوك. هو ربنا لو عذبك هو ده يضره في حاجة؟ ابدا، ما يقللش من ملكه. بس هو بيحبك، هو مش عايز يعذبك، هو عايزك ارجع له. ربنا لما بيطبطب عليك ويقول لك انا الرحمن الرحيم في اول اسماء الله الحسنى اللي بلغنا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ده هو بيقول لك تعالى لي هتلاقيني رحيم بيك مهما كنت عملت، مهما عملت. ربنا رحيم بيك، رحمن ورحيم بيك. ارجع له، ما تستناش، ما تنتظرش حاجه. ما تقولش انا هبتدي اصلي من الاسبوع الجاي، ما تقولش انا هبتدي ما اشربش سجاير ولا اشرب اي حاجه من اللي أنا بشربها من الشهر الجاي. هو انت ضامن تعيش نص ساعه؟ هو انت ضامن تعيش نص ساعه؟ ارجع قبل فوات الاوان، هتلاقي ربنا مستنيك وفاتح لك بابه، هتلاقي ربنا مستنيك وفاتح لك بابه. عارفين ان في جزء من رحمه ربنا بتنزل في قلب الاب والام؟ هشرحها لك. انت لما بتزعل ابوك وتسيبه وتنزل من البيت، لما بتيجي ترجع البيت تاني بتلاقي ابوك مش موجود؟ بتلاقيه موجود وفاتح لك دراعات وبيقول لك ما خلاص يا حبيبي معلش ما تزعلش، لو هو زعلك او انت زعلته. ربنا قاعد مستنيك. ربنا بعت لك ايات وبعت لك رسل وبعت لك شيوخ افاضل وبعت لك دعاء عشان يقولوا لك ان ربنا رحيم كريم مستنيك. ارجع له، ما تخافش. لو عندك الذنوب على وجه الارض ملت وجه الارض وتبت ورجعت هيقبلك، هيقبلك يا حبيبي، والله هيقبلك. هيقبلك وانت بتصلي، هيقبلك وانت بتدعي، يسمعك. ده ربنا سبحانه وتعالى بيبسط يده يوميا، بيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليطيب مسيء الليل بنفسه بجلاله. الملك كل يوم ينزل لك، يتجلى للسماء السبع، يبسط يده عشان حضرتك تتوب. وايه؟ ما بيديهاش ميعاد،
مش يقول لك بيبسط يده بالنهار فاللي يجي بالليل ما لا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليطيب مسيء الليل. ارجع 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 لربنا، ارجع لربنا. اجمل حاجه على وجه الارض يا جماعه ان انت تعيش في طاعه الله. استمتع بحياتك، استمتع بحياتك، واضحك وهزر، واخرج مع اصحابك، واخرج مع اولاد، اعمل كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى حللها في الارض. لان ربنا لما حلل في الارض حلل الحاجات اللي ما تاذيكش. ربنا مش عايز ياذيك، ربنا مش عايز يأذيك. كل حاجة موجودة في الأرض ربنا قال لك ما تعملهاش فيها أذى. خليك عارف كده على طول، خليك عارف كده على طول. اعبده بالطريقة اللي هو بيحبها، لأن هو أعلم ما في النفس، هو اللي بيعلم اللي في النفوس فيها إيه. اعبده عشان أنت بتحبه، لأن هو كمان بيحبك. هو أنت لما تبقى عايش في الدنيا بتتمنى إن أنت تصاحب واحد يكون بيحبك وبتحبه، وما يغدرش بيك، وما تزعلش منه وما يزعلش منك. ربنا بقى سبحانه وتعالى خليك واثق ومتاكد ان هو بيحبك قوي. لازم انت كمان تحبه قوي. وعشان تحب قوي الطاعات يا جماعه، الطاعات. اعمل اركان الاسلام الخمسه عشان تبقى مسلم. اعمل اركان الاسلام الخمسه عشان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقامه الصلاه، صلي. ما فيها الحياه مش هتنفع من غير صلاه. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. كده بقيت مسلم في طاعة الله. خلاص. ومهما تعمل ذنوب وترجع ربنا يقبلك، مهما تعمل ذنوب وترجع ربنا يقبلك. ده ربنا بيحب فرعون. يعمل معاك انت ايه؟ ده ربنا كان عايز يغفر لفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى. يعمل معاك انت ايه يا غلبان؟ يا غلبان، يا اللي ذنوبك كلها قد ايه؟ ايه عملت ايه يعني؟ ارجع وتوب. اوعى تيأس، اوعى الشيطان ييأسك ويقول لك ده انا بقالي كتير يا عم، ده انا لو رجعت دلوقتي ده انا عملت بلاوي. ارجع، هيقبلك. لو عملت ايه هيقبلك. اتفقنا يا جماعه؟ اتفقنا. ربنا كان عاوز يغفر لفرعون. رحمه ربنا واسعه قوي، بيحب فرعون واسعه جدا. يا ريت فرعون كان رجع وهو قال انا ربكم الاعلى، كنت هغفر له. بس للاسف ما رجعش. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.